السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل كفتة الفراخ. كفتة هشة وجميلة ولذيذة في الغداء، وكمان هنضاعف الكمية بمكونين هنضيفهم إن شاء الله. ما تتخيلوش إن المكونين دول طعمهم حلو في كفتة الفراخ، ومش هيبان طعمهم أبدا إنه مختلف، وبالعكس زود الكمية وإدى قيمة غذائية حلوة جدا لكفتة الفراخ، وخاصة لأطفالنا بإذن الله. تزود نسبة الحديد بمكون حلو كده هنضيفه، بس هيضاعف الكمية وهيخلي طعمها حلو إن شاء الله. تعجبكم وهتطلع هشة معاكم وطعمها جميل وتحفة. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. زي ما انتوا شايفين الكفتة انا برصها دلوقتي بعد ما سويناها. هنشوف دلوقتي طريقتها سهلة جدا وبسيطة. هنجيب طبعا قطع الفراخ حوالي اللي انا استخدمته حوالي نص كيلو، ازود بشوية، يعني ازود بشوية، لكن مش كيلو، يعني اكتر من النص بشوية. تمام، مقطعاها قطع، هفرمها في الكبة كويس زي ما انتوا شايفين. ده قطع الفراخ اللي انا فرمتها، وكمان فرمت حتة دهن اللي لونه ابيض ده، دهن اولية. انا فرمتها برضو حلو في الكبة. يفضل يكون في الفريزر، واطلع افرمهم عشان تبقى معايا كده زي الرز كده مفلفل. الحاجات اللي انا فرمتها زي الرز مفلفل. المكونات التانية بقى، ده بصل مع جزر. يبقى ده بصل مع جزر. يبقى المكون الاول الجزر، حطيت جزرايه مع البصل وفرمتهم في الكبه، بس مش هنعمهم لدرجه ينزلوا ميه، لا انا مش عايزاهم ينزلوا اي ميه، اي سوائل خالص. هيبقوا مفلفلين بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين كده، كل حبايه صغيره بس مفلفله، بحيث مش معجنه ولا منزله اي سوائل. انا مش عايزه سوائل. زي ما انتوا شايفين طريقه التقطيع بالطريقه دي مفلفله في الكبه. المكون بقى اللي هيضاعف الكمية ويدي قيمة غذائية كمان هو الباذنجان. هجيب باذنجانية هقشرها القشر الاسود اللي من بره، وهفرمها برضو في الكبة قطع صغيرة زي الرز كده، مع حبة خضرة. الاخضر ده حبة خضرة برضو انا حطيتها، قطعتها برضو في الكبة. اتفقنا ان كل شيء هيبقى مفلفل قطع صغيرة، بس مش معجونة ولا منزلة مية، وفي نفس الوقت مش كبيرة، لا صغيرة ومفلفلة. اتفقنا. يبقى المكون اللي هيضاعف لك الكمية، اتفقنا البنجانية قطعناها صغنن خالص في الكبة، وكمان شوية جزراية. اما بالنسبة للتوابل بقى، عندي معلقتين بقسماط كبار، معلقة فيجيتار، توم بودرة، فلفل اسود، كزبرة، شطة، بابريكا، معلقة بيكنج باودر. معلقة بيكنج باودر دي ضرورية عشان تخلي الكفتة هشة، وكركم، والتوابل والسبع بهارات بقى لو عايزين تحطوا، وكاري، حسب التوابل اللي انتوا بتحبوها. بس معلقه الكركم بتخلي طعمها حلو، يعني يا ريت نحط معلقه الكركم دي، ما نستغناش عنها، وصحيه. وفي نفس الوقت معلقتين البقسماط والفيجيتار بيدوا طعم لكفته الفراخ حلو. احط كميه الباذنجان اللي انا مقطعه مفلفل، والبصل والجزر، واحط التوابل كلها اللي انا كنت مجهزاها، الملح والفلفل الاسود والكزبره، وما ننساش البيكنج باودر، ومعلقتين البقسماط، ومعلقه فيجيتار كبيره، ومعلقه ممكن احط معلقه نشا عادي، هتدي برضو هشاشه للكفته. نعجنها بقى كويس، عاوزاها تتخلط كلها في بعض كده بطريقه حلوه كده وتتجانس كلها. ممكن نحط بيضه. انا كان عندي زي تقريبا نص بيضايه حطيتها. هعجنها كويس جدا، وبعد كده هبتدي اشكلها. هدهن ايديا زيت. طب انا ما عنديش ان انا اشوي على ما عنديش جريل اشوي عليها على البوتاجاز، لا ممكن نعملها في الفرن، ونعمل الخطوط برضو بتاعه الجريلا بايدينا. ازاي؟ اديك هنشوف. هندهن ايدينا زيت، هنصبع الصباع على قد ما احنا بنحبه، صباع كبير صغير زي ما انتوا بتحبوه. تمام كده. بعد كده هجيب اي معلقه عندي رفيعه. بصوا، هجيب الصباع
هعمل فيه ضغطات كده كأن محطوط على الجريلا. بصوا هنا زيت كأن محطوط على الجريلا، هيدينا شكل ان هو مشوي محطوط على الجريلا او على الشواية بتاعت الشوي. نعمل واحد تاني كمان، هصبعه كويس. شايفين في فلفل اخضر، انا نسيت اقول لكم محطوط فلفل اخضر برضو مع البصل المفروم. شايفين القطع الفلفل باينه، البصله باينه، احنا عاوزينها كده. برضو عملنا اهو بالمعلقه، ضغطنا عملنا كأن ايه احرف الشوي او الحدود بتاعه الشوي. بعد كده هرصه في صاج زي ما انتم شايفين كده، مدهون ماده دهنيه بسيطه. هدخله الفرن، هشغل من فوق ومن تحت، وبعد كده هيستوي، بس نخلي بالنا. وممكن نعمله على الطاسه في الزيت برضو، هيطلع متحمر وشكله حلو. زي ما انتم شايفين عطتنا كميه حلوه ممكن تقضي اكلتين. العيله مكونه مثلا من 4-5 افراد. زي ما انتم شايفين كميه حلوه. شكل الكفته طالع شكلها حلو، وبالطريقه اللي احنا رسمناها بيها عملت الخطوط طالعه جميله وحلوه. هندخلها الفرن، هنولع الفرن من تحت وفوق. انا ممكن هقليها في معلقه زيت على الطاسه برضو هتطلع حلوه، بس نقلب فيها يعني من كل الاتجاهات عشان تطلع شكلها متحمر من كل اتجاه وتطلع شكلها حلو. ده طلعناها من الفرن زي ما انتم شايفين، هي احلى كمان من طالعه ما قدامكم، طالعه احلى من كده ومحمره شكلها احلى. هنجيب نرصها بقى. الكفته الجميله بتاعتنا هشه جدا، انتوا لو مسكتوا سوا هتلاقوه هش وحلوه، وطلع حتى الحدود اللي احنا عملناها رسمناها فيه طلع شكلها حلو زي ما يكون كفته مشويه، طلع شكلها جميل وحلو، وطلعت كميه جميله تقضي. لو عازمين حد برضو هنعمل كميه حلوه تشرفنا. ان شاء الله تكون الفكره عجبتكم، اتمنى تطبقوا الوصفه، او اتمنى تبعتوا له تعليقاتكم تقولوا له ايه رايكم. وما تنسوش لو انتم مشتركين جداد تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش اللايك وتشيروا لاصحابكم عشان يستفيدوا ويعملوا الخلطات الحلوه دي. ودايما نضاعف الكميات بحاجات مفيده لاطفالنا، زي الباذنجان اللي ساعات مش بيرضوا ياكلوه، احنا حطيناه وبجد مش باين اي طعم ليه جوه الكفته، كأن كلها كفته صافي، وفدنا اطفالنا بنسبه حديد حلوه. ونعمل دايما اكلات موفره واكلات مغذيه لينا ولاولادنا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله، واتمنى فيديوهاتي تكون عجباكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.